بارك لكل من توج بكأس الملك عبد العزيز لكل فئة من فئات الصقور المشاركة لهذا العام ضمن هذا المهرجان. قلت لك اليوم تدريجيا جالسين نصعد من خامس لثالث لثاني لهذه لين أول. الحمد لله. الدولة ذهبت 7 أشواط و7 كؤوس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شوطين وكأسين إلى دولة قطر، وكذلك 3 كؤوس ذهبت إلى مملكة البحرين. هو ميزة الفرخ القرانيس معروفة وخابرينها أهلها، وترشيح اليوم مثلا على القرناس الفلاني يعني رايحة الأرقام على القرانيس اللي معروفة. أما الفروخ سام خفي. أول 100 متر استغرت وعقب رفعت في 200 وردت وتخبر لها وناطح الترفيع حيل تضرها. الشوط كان قوي، تألق في فريق دبي حاصل على مراكز. تيمات طيوره تغلبت اغلبها انها على تيمات فرق الشيوخ. الطيره ذي مو بفايزه، اتوقع انها حاطه تكمله عدد يعني. لا اتوقع عندها اقوى منها في الشوط، بس يمكن الهواء مختلف. طيور اخواننا الخليجيين كلهم للامانه جاهزيه، طيور قويه، مع العلم ان الهواء اليوم يعني قوي. وعلى فكره لو تلاحظون الطيور اخذت مره يمين مره يسار. طيور قرناس اليوم ضغط عالي الصراحه. وماخذ نخبه دبي، ماخذ رمز دبي، رموز دبي ماخذها في الملاك. طير بطل معروف، ابارك لهم صراحه من خيره جرت شوي من السنه. اخو قرناس دائما يتميزون اخواننا الصقاقير على الكويت. في النهايه شنو اللي عندي موجود على اساس اني اسس عليه، اساس اني اعتمد على الطيور هذه. اوسلو لو ما وسع بالفينش يمكن تقريبا 8 متر، وسع بالجهه اليسار شيء بسيط، لو بعد تبي تطلعها بالفينش هذه بتاكد انا اصفق له لين وصل. هذا الطيرين اللي بكره انا مرشحهم يعني اكثر. خلاص اجل خلي لك ما في صوت عندك هذا الشوط. هو قصده يمكن دخول بعض التجار مع المحترفين. اي واتوقع في مشتريات قويه، اتوقع انهم بيوجهون للنخبه.